والصلاة والسلام على سيدنا النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مجددا ومرة أخرى ومرحبا. أيها الزوهري، لا تحزن. نعم، لا تحزن إن كذبوك، أو بالشعوذة اتهموك، أو بالمجنون لقبوك، فها هو سيدنا النبي وما أعظمه. قالوا عنه ساحر مجنون لأنه أتى بما لم تتعود عليه عقولهم وعاداتهم وما نقلوا عن أجدادهم، فكيف تنجو أنت؟ وإن قالوا لك أنك غير مذكور في القرآن الكريم فقل لهم أن الرسل وما أعظمهم شأنه ولم يذكروا كلهم في القرآن الكريم، فكيف أذكر أنا كزوهري بالتفصيل ولست رسولا مثلهم؟ لا تحزن أيها الزوهري إن تكاثرت عليك العوارض والسهام، فالله خير حافظا، فالجأ إليه باليقين تتغلب على الظلاميين. لا تجزع ولا تفزع من الذين يغدرون بك في الطريق إلى تحقيق إنجازاتك، الطريق إلى الله، الطريق إلى الاستقرار، إلى الأمان. فكل صاحب كنز مستهدف ويريدون إحباطه. أعرف أنك تعاني مع شياطين الإنس قبل شياطين الجن، وربما مع الأقارب أكثر من البعيدين. فشياطين الإنس منهم أهل الشعوذة والحقد، وشياطين الجن منهم المطلسم والعاشق والغيور والحدود، خصوصا أنهم يرون حقيقتك، مادتك الأثيرية ونورك الساطع مثل النجم، ويخافون من مستقبلك الزاهر. ومنهم درجات كبيرة، أي هؤلاء الشياطين. فكن مع الله ولا تبالي، لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فمن عليه. لكنك إن أغلقت عليهم المنافذ والثغرات فقد فزت عليهم بإذن الله. لا تحزن أيها الزوهري المبارك، فأنت مبارك ولست لعنة. لا تجزع إن قالوا عنك خرافة، فكل ما لا تطيق عقولهم يسمونه خرافة. حتى الكهرباء إن جئنا به في مكان سابق قديم جدا فسيقولون خرافة، غير موجود، لأن الكهرباء لم يخترع بل اكتشف. كانوا يعيشون مع الكهرباء. وإن جئت برجل قديم جدا وأعطيته هذه الطاقة سيقول هذا سحر مبين، لكنها تكنولوجيا حديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف والشاشات الكبيرة، بل الأقمار الصناعية والتسلح بالفضاء. لا تحزن أيها المبارك إن قالوا عنك خرافة أو أسطورة، فقد كذبوا مريم العذراء حتى لما أتت بالسيد المسيح عليهما السلام، وكذبوا الصالحين وقالوا إن كراماتهم سحر مبين. لا تبالي بمن لا يعرف الله، لن يعرفك أنت، ولا قدرات الله لا يعرفها التي يهب للصالحين من عباده، أو المواهب التي يهبها لكل من كان له قلب نقي في هذا العالم كله. أيها الزوهري، لو أعطيت الاهتمام منذ طفولتك والفرصة لفعلت الأعاجيب، سواء في دراستك أو الفن أو العلم أو الصنعة أو الاختراع أو العلاج والكشف ومساعدة نفسك والناس والمخلوقات. فوجودك وما يقع لك يجب أن يزيد الناس إيمانا على وجود الله الملك وقوته التي لا نقدرها حق قدرها، قدرته وقدراته وتجلياته في مخلوقاته التي تعيش مع الناس. تبدو للبعض مجرد أناس بسيطة، لكن قيمتها غالية عالية عند الله تعالى. فمهما كان سنك أيها الزوهري الآن، يمكنك تدارك الأمر وإصلاح كل شيء تعطل في حياتك فقط بتوكلك على الله وتجديد طاقتك، وأن تتحرك، فالحركة كلها بركة، والأفلاك كلها في حركة. وأن تعرف أن الله اختارك وأعطاك طاقة هائلة، منها العقلية ومنها العلاجية ومنها الكشفية والتنبؤ، وكل على حسب مقامه ونوعه. وكذلك زوهر العقل، يمكنك أن تفيد الأمة كاملة والناس إن وجد الرعاية هذا النوع من الزوهريين والدعم. أما أصحاب القدرات العلاجية إن أصبح لهم وعي بهذه الطاقة المتدفقة فيهم وفي أجسامهم وهالاتهم وأرواحهم، فسوف يفيدون بالعلاج بالطاقة والبركة الناس المرضى. وأيضا حتى لو ولجوا الطب الحديث سوف يبدعون فيه، فيميزون بين المرض العضوي للمريض وبين المرض الروحي، بين الصرع العادي الذي له علاقة بكهرباء المخ مثلا، وبين الصرع الذي له علاقة بالأرواح الشريرة، وبين من جمع بين المرضين الروحي
الروحي والعضوي، وقد يبدعون في علم النبات وعلم التغذية، أي الزوهري المعالج يبدع في هذا المجال. أما الكشاف فيمكن أن يستغل الكشف في العلوم والفنون في الإبداع، فيمكن للزوهري صاحب الكشف ووجد الدعم إن كان علميا أن يستفيد من كشفه في الإبداع الدراسي والبحوث والرياضيات والفيزياء الكمية وغير ذلك. كذلك من له الكشف أو البصيرة أو الحس القوي وكان فنانا فيمكن أن يقوم برسم أروع اللوحات وأن يبدعها في الفن التشكيلي وفن الكتابة والقصة والرواية. فهناك زوهريين من مشاهير في العلم والفن لما وجدوا الدعم أو البيئة المناسبة حيروا العالم بعلمهم وفنهم عبر التاريخ، ومنهم من حير العالم بالذكاء الروحي، فعوض أن ينكر الناس القدرات التي وهب الله لهذه السلالة الشريفة فيجب أن يوقروهم ويحترمونهم، وإن كذبوا أن يحتفظوا بتكذيبهم لأنفسهم. فلا يجب أن تكذب ما تجهل، بل يجب أن يعرفوا أن الله هو العاطي، أعطى كل مخلوق سره وبركته، فلا نحتقر أحدا من خلقه، من المخلوقات المجهرية إلى المخلوقات الكبيرة جدا، والكبير هو الله تعالى، وحتى المخلوقات التي ما وراء الطبيعة. فإن لم يكن الشخص زوهريا فقد يكون روحانيا بطريقة أخرى ربانية، أو يكون له استعداد لتلقي النور الإلهي فيطهر قلبه ويصبح شفاف الروح. المهم أيها الزوهري لا تشغل بالك بالمكذبين، ارجع لسير الصالحين والعظماء وغيرهم ستجدهم يعانون نفس الأمر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن اقرأ سير وقصص وكرامات الصالحين من قبل ومواهب الله لهم فسوف يطمئن قلبك وترتاح نفسيا. لن تجد نفسك غريبا لأنك سوف تجد من يفهمك ولو في القدماء أو بعض المعاصرين ممن لهم نور، لكن احذر أهل النص فتجد العظماء من المفكرين والمتأملين حدث لهم نفس الأمر أو أكثر، ومن المفكرين والعباقرة من يبحث في هذا أو سلم له، وهم كثر عبر التاريخ البشري، بل روسيا حاليا وأمريكا يبحثون في هذه العلوم كما قلت سابقا تحت مسمى ما وراء الطبيعة أو باراسايكولوجيا، ما وراء الحس. فلا تلتفت للمكذبين، فالالتفات ينقص من سرعة تقدمك لله تعالى وتحقيق مرادك. لا تلتفت لهم، لا تستمع لهم، الذين لا يعرفون في المسائل الروحية الذوقية. فكما يقول أهل الله أنه لا يعرف الشريف إلا الشريف، فكذلك أقول لا يعرف الزوهري إلا الزوهري، لا يعرف أحوال الزوهري وما يعيشه أو ما يعانيه أو ما سيصله إن عرف كيف يتفاعل مع محيطه إلا زوهري مثله. فدعك منهم واعلم أن لديك خاصية جميلة وموهبة لطيفة وهدية من الله تعالى، وليس كما يصور لك البعض أنها شيء غير جيد فقط لأنك تعيش عوارض أو مشاكل في الحياة. فالكل يعيش مشاكل، لكن أنت لديك نور أكثر، فأنت مستهدف أكثر، يجب أن تحطن نفسك أكثر بكل بساطة وتوكل على الله في الحفظ فهو خير حافظة. لكن وجب على الزوهري التحصين وأن يبقى مغلقا للثغرات، وأن يعتقد أن الله هو النور المطلق في هذا الوجود يحميه من جميع الشياطين، شياطين الإنس والجن، وأن يعتقد بالخير ولا شيء غير الخير. ورزقنا الله وإياكم الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وآله وصحبه الكرام أجمعين. الزوهري صاحب حرف M اللاتينية بكفه، هو نوع من الزوهريين وهو زوهري قوي جدا بشرط أن تكون له أحوال. ماذا أقصد بالأحوال؟ أي أحداث، أن تكون له قصة الزوهرية وحال يقع له مناما ويقظا، وأشياء تحدث له في حياته تميزه عن غيره من غير الزوهريين. أما إذا كانت له بكفه الآن وليس له حال أو إحساس أو أشياء غريبة لها علاقة بما وراء الطبيعة تحدث له فهو ليس بزوهري، وهو أنواع أيضا، أي صاحب حرف M اللاتينية العجمية. فهناك من له حرف M وإكس
أو أكثر من إكس، أو حرف M ثم خط قاطع أي خط مستقيم بيده، أو حرف M ونجمة خماسية أو سداسية، أو من له كل هذا مرة واحدة، أو أغلب هذه العلامات بكفه. وحرف M الذي يكون بيده أو كفه يرمز لمقام الملك في العالم الآخر، ويحب أن يكون قائدا لا مسير حتى في العالم الواقع، ويحب العمل الحر ولا يحب من يسيطر عليه، ولا يحب الوظيفة، يمتلك شجاعة ومغامرة ولا يحب الروتين، يسيطر عليه حلم اليقظة أي يحب أن يحلم بتحقيق إنجازات كثيرة وحرية مالية، يسيطر عليه عالم الخيال، له حدس قوي جدا ومبارك أينما حل، لكن غالبا إذا كان مصابا بالعوارض يكون مباركا على الآخر، لكن هو الأبواب مغلقة في وجهه، ولهذا يلزمه برنامج علاجي أو كثرة الذكر والتحصين. العين تصيبه بسرعة والحسد رغم أن له قوة هائلة وهالة قوية جدا، لأنه يتكاتل في تحصين والاشتغال على نفسه. تنبؤاته نادرا ما تخطئ، أي أن تنبؤاته صادقة، وتخطئ أحيانا بسبب تشويش أو الاستهداف الأثيري له. غالبا ما يصبح صاحب حرف M شخصية مرموقة أو نجما أو صاحب ثروة وتحقيق أحلامه في المستقبل، خصوصا إذا قوى الهالة واشتغل على ذاته فهو يصل مهما طال الزمن. أما الذي يجمع بين حرف M والنجمة الخماسية فيميل لطاقة العلاج، خصوصا إذا تدرب على العلاج بالطاقة الحيوية مثل الريكي، وتكون له هذه الموهبة أي العلاج إما وراثة من أجداده أو بركة من الله مباشرة. وصاحب حرف M كما قلت يكون كريما جدا مع الناس والحيوانات، وماله أو ممتلكاته يشاركها مع المساكين بكل لطف بدون تكلف، فهو إنسان مضحٍ جدا، خصوصا إذا كان له M في كفه وتلتقي 8 بالخط العربي مع 8 أي 8 في 8 لتعطي حرف X مشترك. تكون يده مباركة وفيها طاقة العلاج والتيسير، ويكون عنده قبول بشكل مدهش جدا يلفت الأنظار، يخطف الأضواء، لكن بشرط أن لا يستسلم للعوارض أو الاستهدافات الأثيرية، فهو يحس غالبا أنه مراقب أي أنه مستهدف من كائنات أخرى، ولا يجب أن يخاف بل يجب أن يبقى قويا شجاعا كما هو معروف عليه. فإذا حافظ على نقاوة هالته وروحه فسوف يرى العجب بالخير، وخصوصا أن يكون حذرا من السحرة والأشرار. وهذا الزوهري مبارك وله روح جميلة جدا، لكن بشرط كما قلت أن تكون له أحوال وقلب شفاف ولا يغتر، فهذا زوهري حقيقي. ونعوذ بالله من السحرة وأهل الشعوذة الذين يؤذون الزوهريين وغير الزوهريين، فالزوهريون على رأس القائمة المطلوبة لدى السحرة للأسف. نجانا الله وإياكم جميعا. القرآن كله مبارك، القرآن الكريم كله كريم لأنه كلام الله العظيم. وسورة ياسين ومريم عليها السلام وسورة الرحمن بالخصوص لهم علاقة بصاحب هذا الكهف. وأركز أن هذا الختم الذي يكون باليد ما هو إلا انعكاس للختم الأثيري الذي يراه أهل البصيرة المفتوحة ويراه الجن، فهو له نور ساطع وطاقة قوية تبدو لهم كالنجوم أي للعالم الآخر. والزوهري عندي هو من يعيش قصة الزوهرية وليس فقط من له علامة بالجسد، لأن هناك من يكذب قضية الزوهرية بحجة أن له إشارة في يده أو جسده ولا يعيش أي شيء مما يعيشه الزوهريون. أقول لهذا أنك لست بزوهري، لهذا لن تعيش ما يعيشونه، ولا يحس ولا يشعر بالزوهري إلا زوهري مثله. السر في الزوهرية أنها موهبة ربانية لا علاقة لها بالاجتهاد الشخصي، فهي نوع من الاصطفاء والاختيار الرباني. فكما أن المياه أنواع، منه المعدني ومنه العادي الذي يكون بالصنبور وماء زمزم،
مثلا. وكذلك الحجارة، منها الكريمة والشفافة والشبه كريمة، فهذا خلق الله ولا دخل لنا فيه، والله فضل بعض على بعض في الرزق. وليس هذا غرورا للزوهري، فكذلك الأمر مثلا لمن له ذكاء معين في مجال ما، فليس هذا بغرور. مثلا نجد فلانا ذكيا في الفيزياء، وآخر في الرياضيات، وآخر في الرسم والفن التشكيلي، وآخر له موهبة أدبية أو للغات. فكذلك الزوهري له موهبة روحية عالية الدرجة، وله ذبذبات سريعة ووعي مرتفع، قد يخرج من جسمه بسهولة مقارنة مع باقي الناس، ويتنبأ بسهولة مقارنة مع من يتدرب في التأمل. ولكل درجات منهم أيضا، أي الزوهريون. حتى الأنبياء عليهم السلام فيهم درجات ومقامات، والصالحون أيضا، وكل أنواع البشر والمخلوقات، وفوق كل ذي علم عليم. أليس هذا قول الله رب العالمين؟ وأكرر أيها الزوهري، أينما كنت أزهر وكن شفافا دائما، يخترقك نور الله ويسكنك ويزهر قلبك بنور اليقين. الله يختص برحمته من يشاء في جميع المجالات، ولا يظلم ربك أحدا، لكن الإرادة والمشيئة الإلهيتين لا نتدخل فيهما أبدا، ولا يحق لنا، فهو الرب المطلق سبحانه وتعالى، وله الحكمة المطلقة في اختياراته، ونرجو أن يحفظ باسمه الحافظ جميع خلقه، سواء زوهريين أو غير زوهريين. فالزوهريون جنود الرحمن، مصابيح الهدى، وأصحاب الطاقة الإيجابية التي تحارب الظلاميين والطاقات السلبية بهذا العالم الذي نعيش فيه. فهم كالمساجد، بهم سكينة ورحمة، لكنهم مستهدفون، وجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم بإذن الله تعالى، والله يدافع عن الذين آمنوا. والدفاع يكون بتقوية الروح والنور والذكر واليقين بالله تعالى. فهذا الكون ليس فيه زوهريون فقط، بل أنواع عديدة لا حصر لها من أنواع الروحانيين، بل حتى الحيوانات بها روحانيون، والنبات والجماد، والله يخلق ما يشاء، كل يسبح بحمده، ولكن لا تفقه أنت أو أنا تسبيحهم، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بينما أنت تلهو وتلعب ربك يناديك، هو يناديك جل جلاله، يناديكم الله سبحانه وتعالى ويقول: يا عبادي يا عبادي. كلما خطرت في بالك معصية تذكر هذه الكلمة: يا عبادي، وانظر إلى السماء، ثم انظر إلى المعصية، ثم اختر ما شئت، أترضي الله أم تعصيه سبحانه وتعالى في هذه المعصية. إن الحبيب إذا أثنى على حبيبه فإنه يقول له: أنت روحي، أنت سمعي، أنت بصري. فإذا تلقى تلكم الكلمات المحب فإنه ربما من شدة الفرح لا ينام. وكيف ينام وحبيبه قد أثنى عليه بهذه الكلمات، وهذه الكلمات مجازية؟ ألا جل جلاله يقول أفضل وأعظم من هذه الكلمات التي قالها هذا المخلوق لحبيبه. الله سبحانه وتعالى إذا أثنى فإنه سبحانه وتعالى ثناؤه لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يثني على عبده الذي يحبه. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله في الحديث القدسي: انظروا وتدبروا واسمعوا هذا الحديث الذي كله سلام وحب ودفاع عن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المحب حقا يقترب لا يبتعد حتى أحبه، فإذا أحببته. ولكن ضع 10 خطوط أسفل كلمة ولكن. يسخر الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا الدنيئة بحذافيرها لوليه جل جلاله. لهذا عيش مع الله سبحانه وتعالى، فإن العيش مع الله هو الغنى. السلام عليكم.
إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قولوا لي بربكم أهذا رب لا يقبل عليه وهو الغني الحميد؟ بلى رغم أنفي وأنف كل عباده سبحانه وتعالى. واعلم بأنك إن لم تذهب إلى الله سبحانه وتعالى طوعا ستذهب إليه بصوت الاضطرار والأضرار. إنه الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى عند الكرب، وإن لم تذهب إلى الله سبحانه وتعالى وأنت في كامل السعادة ستتعس وستبحث عن السعادة ولن تجدها إلا مع الله وبالله وفي الله. لهذا كن مع الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. إن هذه الدنيا الدنيئة لا تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام. السلام عليكم، وأرجو أن تكونوا بخير ودائما بخير. عليكم بالأكل النباتي أكثر على الأقل. أما للذين يعانون من فقر الدم فعليهم بالفواكه الجافة على قدر المستطاع، ولا تدخلوا في نقاشات مع المنكرين عليكم أو المعارضين أو الملاحدة المصرفين. أما الملاحدة الذين لهم قلوب هادئة ويحترمون الآخر فلا بأس، فأنتم تضيعون طاقاتكم وتؤذون رفقتكم من أهل الله من العالم الآخر. أجب المخالف لك والمكذب لك بالصمت، أجبه بالإنجاز فقط، فخير انتقام هو الإنجاز، إنجاز واحد فقط حقيقي قادر على أن يخرس كل من كذبوك وقالوا عنك مجنون أو زوهري فاشل أو مشعوذ أو غير ذلك من الأذى، مثل أن يلقبوك بالمخرف. وأنت أيتها الزوهرية التي تأخر زواجها رغم جمالها وطيبتها، عليك بآية الكرسي ولو 10 مرات باليوم، والاستماع كثيرا لسورة النور الشريفة، وقبل النوم مباشرة استمعي لسورة سيدي محمد، أي سورة محمد بين قوسين سيدي محمد عليه والآل والصحب السلام. وحاولوا أن تتخيلوا يا زواريين أنه يخرج من سبابتكم نور مضيء بشدة وأنتم بنفس الوقت تقرؤون آية الكرسي واقفون أو متكئون لا يهم، وأنتم تسمعون بمخيلتكم الربانية هالة تحيط بكم ببركة آية الكرسي كأنها قلعة وحصن حصين قوي جدا يمنع أي اختراق أو تطفل أو اختراق للهالة أو أذى أو أكل سموم بالمنام. أحيطوا بهذه الهالة جسمكم أو حتى أحبابكم، فآية الكرسي شريفة حافظة مانعة بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للمرأة الزوهرية التي تأخر زواجها، عليها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كل يوم جمعة أو ليلتها، أي الخميس ليلا، بنية الزواج بالزوج المناسب. فليس كل من دخل قفص الزواج فهو متزوج، قد يكون عذاب، وكل شيء بأوانه، وهذا صالح حتى لغير الزوهريات والزوهريين، وكل على حسب نيتك وقوة طاقتك الربانية، إنما الأعمال بالنيات. أما الزوهريين منهم من له كاريزما خطيرة جدا مثل ملك من ملوك الدنيا، خصوصا عند الجن وأيضا عند البشر. إذا فتحت أو فعلت زوهريته واستيقظت هذه الزوهرية النائمة ولو في سن مبكر أو 40 أو أي وقت على حسب وقوع حدث في حياته يغير مساره مثل عقدة كما يقول مطريون وانحلت، وقد تفتح له زوهريته أو تفعل بتعرضه لغدر من قريب أو بعيد أو موت محبوب له معشوق أو حزن شديد أو فرح شديد، أو كما قلت من قبل لقاؤه بولي لله تعالى صادق رباني له سلسلة صحيحة. فهنا يخرج من بيضة النسيان إلى نور الرحمن، خصوصا إذا كان من أهل الذكر والتقوى، تكون له كاريزما ويكون بالنسبة للسحرة كعصا موسى، تبطل ما عندهم وتلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإن كان هذا الزوهري من نوع الناظور فيصبح كشافا.
وأكرر نصيحتي للزوهريين والزوهريات: أرجوكن لا تشاركوا قصتكم العجيبة مع أي كان إلا قليلا جدا منها مع أقرب الناس ممن يخبركم قلبكم أنه صادق ويصدقكم ويحبكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يحكي قصص؟ لأقرب مقربين، لسيدنا علي وعثمان وعمر وخديجة وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. حتى سمي الصديق بالصديق لأنه يصدقه، حتى أنه قال له: لو قلت أنك ذهبت إلى السماء لقلت لك أنت صادق. إذن الصديق هو الصديق والصادق ويصدقك لأنك يعرفك أنك لا تكذب. أو حتى إذا كان طالب الحقيقة يناقشك لا يكذبك. فكم من شخص حكى أسراره فضاعت بركته وأنواره، لكن قال لي بعض: لقد سبق أن حكيت يا حمادة كذا وكذا. أقول له: لا تحبط، فقط عيش اللحظة وجدد قوتك وطاقتك، واطلب الله تعالى أن يفتح لك، وراوغ من أخبرتهم بأسرارك، وإذا قالوا لك أنت مجنون قل لهم فعلا، ومهما قالوا قل صحيح أنتم على حق، واصمت. وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. لو كان العتاب ينفع لنفع يوسف عليه السلام، لكنه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم حتى سجدوا له يوما ما. أنت أيضا ستقول يوما ما: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعل ربي حقا والأنبياء قدوتنا. وكما قلت الجواب هو الإنجاز. حينما تفعل زوهريتك بإذن الله تعالى وتعمل إنجازاتك ومشاريعك أو تحقق طموحاتك وأهدافك، فهذا هو الجواب عليهم، لا الجدال والقيل والقال. معظم الزوهريين مفتونين بجمال أجسامهم وتناسقها وسرها، فهم لهم سر عجيب في هذا وجمالها، ولهذا يعجب الزوهري والزوهرية بجسمهما. وقد يطيل الزوهري النظر بالمرآة ويتأمل خلقته، وهنا لا بد أن يذكر الدعاء المشهور: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، أو مثل هذا التحصين أو ما يشبهه. فالمرآة قد تصبح بوابة روحية لعالم باطني أو استنزالا لعالم الجن إذا بدأ يركز فيها بكثرة وينظر بحدة وتأمل وسهو كبير، خصوصا إذا كان هذا الزوهري زوهري العينين أو له طاقة روحية مغناطيسية بعينيه أو إحداهما. وهنا مثلا إذا أطالت الفتاة الزوهرية النظر بشكلها وعيونها بالمرآة بشكل هستيري دون أن تقوم بتحصين وأذكار لكي تحجب نفسها عن المستغفرين من العالم الآخر، فممكن أن تجلب الجن العاشق. وكذلك يحدث للرجل الشاب الزوهري، خصوصا الذين لهم جسم فاتن بشكل ملفت، وهذا واضح جدا عند حضورهم المناسبات والحفلات. فالمرأة الزوهرية قد تلفت الانتباه ربما أكثر من العروس. وكذلك يحدث للكثير من الزوهريين الذين لهم حضور ونور وجمالية ولمسة خاصة ويخطفون الأضواء. ويجب على هؤلاء إذا كانوا لوحدهم ببيتهم ولا أحد وحده، لأن الله معنا دائما، وجب عليهم أن يحصنوا أنفسهم، مثل أن يقولوا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لكي ينزل ستار روحي حاجب بينهم وبين الجن الذي ممكن أن يتحول لجن عاشق، سواء كان مسلما هذا الجن أو غير ذلك، صالح أم مفتون، لأنهم أي الجن مثلنا مثلهم يخطئون ويصيبون، بل من الجن من يتوب ولا يؤذي التي عشقها، أو جنية تتوب ولا تؤذي التي عشقتها، وقد يصبحون رفقة صالحة، وهذا باب كبير. لكن من الأحسن هو الوقاية خير من العلاج، لكي لا ندخل ويدخل الزوهري في متاهات ومغامرات. فالجن العاشق والجنية العاشقة قد يعمل عكوسات للبنت في أمور الزواج، وكذلك للشاب. وأي امرأة تعرف عليها بنية الزواج أي هذا الزوهري تحدث أمور عجيبة تعرقل اللقاء أو الخطبة أو الزواج. وكذلك الفتاة الزوهرية إذا تقدم لها آلاف الخطاب بجمالها ونورها وحضورها فالعملية تفشل، أي الخطبة والزواج، وقد يؤذى الخطيب وتحدث مشاكل لا يصدقها عقل فوق المنطق. ولكن أضيف بين قوسين: ليست كل مشكلة زواج هي عندها علاقة بعالم الجن أو العين أو الحسد، بل هناك مشاكل أخرى مثل مشاكل نفسية أو مشاكل واقعية مادية، وهذا رزق والله هو الرزاق. وقد يكون سبب تأخر الزواج هو مشكلة ومصيبة التعلق
نعم، تعلق إحدى الوالدين الشديد ببنتهما أو الابن، وقد يكون تعلق أحد الأفراد من هذه الأسرة بالعروس أو العريس، وهنا يجب أن يزال التعلق بمثل تقنية الحبل، أن تتخيل حبلا بينك وبين من تعلق بك بشدة وتقطعه في خيالك بنية إزالة مصيبة التعلق لكي تتحرر وتنفتح الأبواب أمامك إن شاء الله. ولكي يفلح الزوهري في حياته لا بد أن ينسى الذين آذوه وسببوا له الجراح، سواء من الأهل أو البعيدين أو الأصدقاء، وقدوته في هذا يوسف عليه السلام، فلو كان العتاب ينفع لعاتب يوسف إخوته، بل أصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ولكن الزوهري لا ينسى، ولكن أقصد يجب أن يتناسى أو يراوغ ويفعل ما فعل يوسف عليه السلام. فعندما يفكر الإنسان الزوهري بشدة وحرقة في الذين تخلوا عنه أو غدروه بحياته أو مشروع أو زواج، فهنا يحدث أمر عجيب، وهو أن العوارض أو خدام السحر أو العين أو غيره أو الرفقة الشريرة من الجن التي تريد إحباطه تذهب لتساعد أعداء الزوهري الذين غدروه لكي يحبطوه ويحس بالذل والهوان أمام الأعداء والذين غدروا به. وأيضا هذه العوالم الشريرة تحارب الرفقة الصالحة للزوهري لإرباك عملية نجاحه وعلاجه وتغلبه على العوارض، علما أن طيبوبة الزوهري ونيته الصافية وبركة قلبه هي التي تفتح الأبواب لمن يصادقهم أو يعاشرهم. ولهذا يجب أن ينفع نفسه أولا لكي لا يضيع. فقد قلت سابقا أيها الزوهري، لا تكن كالشمعة تحرق نفسك وتضيء على الآخرين، بل كن مصباحا تضيء على نفسك وعلى الآخرين لمن يستحق طبعا. ولكن للأسف نلاحظ أن أغلب الزوهريين هم يعينون الناس، والأكثرية من الناس يحفرون لهم لكي يقعوا. لهذا أغلب عوارض الناس الزوهريين هما الحسد والعين. لهذا قلتها وأكررها، لا بد للزوهري أن يفرغ عقله وباله وقلبه من الناس الذين غدروا به لكي تركز قوته الروحية على أهدافه، ولكي لا يشتت الرفقة الصالحة لديه ولا يشوش عليها. ولأن قلب الزوهري شفاف فهو يحس كثيرا ويبقى الجرح لسنوات طوال، وهذا يحبطه ويشوش على مسيرته الدراسية والعلاجية والعملية أو الفنية إن كان فنانا أو أي إنجاز. ولكي يصل لمراده بسرعة لا بد له أن ينقي الهالة وقلبه من أي حضور لفلان أو علان أو لمن جرحه بالماضي، يشكر الماضي ويستفيد منه ويجعلها ضربات تقوي ظهره، لا أن يبقى مع فلان غدرني فلان جرحني وهكذا، فحتى الرفقة الصالحة يشوش عليها والعوارض يقويها أكثر فأكثر. ويجب عليه أن يكثر من قوله تعالى مثلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وأيضا اللهم اكفنيهم بما شئت، أي أن الله سيجازيهم بما يستحقون. فأرح بالك أيها الزوهري واشتغل على نفسك وذاتك، وليكن قلبك متسامحا لكن يبقى بعيدا طبعا عن زمرة أهل الغدر لكي يجدد في روحه وعقله وجسده دماء الطاقة الإيجابية. لكن لا يجب أن يلدغ من الجحر مرتين، المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين. أهلا بكم جميعا. وهذه مقولات قوية اخترتها لكم، وهي من السهل الممتنع، أحببت مشاركتها معكم. كل صبي أحمق يستطيع أن يقتل حجرة، لكن كل علماء الأرض جميعا لا يستطيعون أن يخلقوا واحدة. يمكن تحسين الحوار بصورة كبيرة عن طريق الإكثار من استخدام كلمتين بسيطتين: لا أعلم. إذا أردت شيئا يتآمر الكون كله لمساعدتك على تحقيقه. أقوى شيء في الكون كله أقوى من الجيوش وأقوى من القوة المجتمعة للعالم بأسره هي فكرة آن أوان خروجها إلى النور.
تبرر رغباتك لأحد، ولا تحاول أن تصحح فكرتهم عنك، لأن لا أحد مر بتفاصيل قصتك. وجالس جميل الروح عسى أن تصيبك عدوى من جماله. إن دعوت الله أن يرزقك راحة البال فلا تستغرب هجران الناس لك. تذكر دائما أنك لست محدودا بفرصة واحدة أو مستقبل معين. الحياة أوسع من أن تتمسك بشيء ظنا منك بأنه قد لا يتكرر. لو رأى البشر بعضهم البعض على حقيقتهم لقتل بعضهم البعض كالحشرات أو لشنقوا أنفسهم. قم بانقلاب على دولة نفسك. كن حذرا، عليك التصرف بتكتم، فأنت عندما تكون سعيدا ومتحمسا قد تبوح بالكثير. وقال لي: القرب الذي تعرفه مسافة، والبعد الذي تعرفه مسافة، وأنا القريب البعيد بلا مسافة. فليس هناك شر مطلق في هذه الدنيا. اعلم إذن أن الشر نسبي، ولا يكون أبدا سم وسكر في وقت واحد، لا يكونان قوة لأحد وقيدا لآخر. وسم الحية يكون حياة لتلك الحية، لكن بالنسبة للإنسان موت. والبحر بالنسبة لأحياء البحر كالحديقة، لكنه لمخلوقات الأرض موت ومصيبة. أنا لا أتجاهل، أنا فقط أحاول أن تبقى روحي بعيدة لكي لا تتعلق بشيء تحبه اليوم ويزول غدا. واعلم أن الوسيلة الوحيدة للنجاة من الناس هي أن تخفي عنهم جراحك الدامية. من حسن الحظ أن هناك يوما للقيامة نقف فيه أمام من هو بكل شيء عليم، وهناك سنفهم كل ما حدث. ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره لك. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقوله. إذا كان هناك ما هو أشد خطورة من الإفراط في المخدرات فمن دون شك هو الإفراط في الوعي وإدراك الأشياء. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ادفن سرك ودكه في الأرض 70 قامة، وخلي الخلايق يشكوا إلى يوم القيامة. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك
دليل على انضماس البصيرة منك. وانا راقد في منامي واهل الله وقفوا عليا قالوا لي قوم يا نايم تذكر الله الدايم. اهل المحبة قالوا لي اذا بلاك الله بها راح مقامها عالي غالي. اهل الكتب حاروا فيها من لامني في نار الحب نبيع له يشري مني، نبيع له بيع المحتاج وإذا جرب يعذرني. لقد أحببت جمالك منذ زمن ولكني بدأت للتو بحبي الخالد والأزلي فيك. قلبك روحك بإمكان المرء أن يتعرف على الجمال ويقع في حبه خلال ساعة واحدة ويستمر حبه له بالسرعة ذاتها، ولكن حين يأتي الأمر للروح علي أن أتعلم أولا كيف أعرفها. صدقيني لا شيء يعطى على هذه الأرض دون جهد، حتى الحب أكثر المشاعر طبيعة وجمالا. Adoro,
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام أجمعين. أهلا بكم جميعا، معكم أخوكم حمادة يحييكم. بداية توفيق الزوهري لولاية الله تعالى عدم اشتغاله بالبحث عن الكشف والكرامات، ولكن يشتغل برضا الله ملك الملوك وقبوله عنده. يصبح قلبه لينا رطبا كالحرير، ويبكي بسرعة إذا رأى موقفا إنسانيا محزنا. يحن قلبه للذكر والأنس بالله، يصبح مستجاب الدعوة، ويكثر الفأل الحسن لديه، وتحدث معه ظاهرة ديجافو في كثير من الأحيان، أي أنه يرى مثلا أحداثا أو أماكن أو أشخاصا فيقول هذا سبق لي أن رأيته، إما في حلم أو واقع أو عالم آخر قد نسيته. كثيرة هي الفلسفات التي أرادت الوصول للحقيقة عبر الاجتهاد العقلي والتساؤل، هي مشكورة على صدقها في البحث، لكن صدقني لا يصل للحقيقة إلا قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم به نور حكيم، وفوق كل ذي علم عليم. فإنها لا تعمل الأبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قلب الزوهري دليله، وإذا استفتى قلبه الطيب أرشده للصواب والحق. الزوهريون هم أطفال كبار، لهم عفوية عجيبة، لا يقتلون ولا يخدعون ولا يغدرون الناس ولا يمشون بالنميمة. أموالهم ليست ملكهم، وحاجتهم يشاركونها الناس بكل لطف وأدب ودون تكلف، بل بعفوية وفرح وسرور. فإذا أسعدوا الآخر سعدوا، فهم رسل للنور ينشرون النور بالعالم، وهذا يخلق لهم متاعب ومشاكل مع أهل الظلام. لديهم وصول للحقيقة فقط بحسهم القوي الحساس. أما من فتحت مصيرته فيرى هذا مثل ما يرى الشخص فيلما أو شريطا وثائقيا. والزوهري يجب أن لا يقع في فخ المشعوذين والدجالين، فالكثير منهم يريد أن يسرق أجواد الزوهريين وطاقتهم ويسجن رفقتهم الصالحة، وربما يوقعك في فخ بأكلة معينة، أو أن يسألك عن أسرارك مع الله، أو ما يحدث لك من كرامات أو أحداث أو ورد معين. فكن حذرا من جنود الشيطان متمثلا في صورة بشر أو إشارة من الملائكة، وهي كثيرة ومتنوعة. على حسب طاقة هذا الزوهري يكون نوع التجلي. فمريم العذراء عليه السلام لها مقام خاص مقدس، ظهر لها جبريل الملاك وهي ليست بنبي أو رسول، وقد تظهر للزوهري في خلوته رفقته الصالحة إن كان مؤهلا لهذا، إما مناما أو يقظة أو بين النوم واليقظة، أو يظهر له أولياء الله الصالحون من العوالم الأخرى ويعطونه بركة أو علامة فيها إشارة فيها خير له في حياته وما وراء حياته، ولكنه قد يتكلم ولا يصبر وينطق بهذا فيفقد تلك البركة، أو قد تتأخر تربية له من أولياء الله لكي لا ينطق مرة أخرى بهذه الأسرار. السلوك الحسن والخلق الحسن يدمر الهوارد، فالهوارد تريدك أن تستسلم وتخرج من دائرة النور إلى دائرة الظلام. فأختام الزوهري الرباني تسطع بنور الله، تزعج جنود إبليس وتضرها، ولهذا فالزوهري مستهدف من أولياء الشيطان لكي يفقد نور الأختام. ومن هنا فالذكر نور هو سبب كل خير وتطور للزوهرية ولولاية الله تعالى. فإن وصل الزوهري درجة عالية من النور فحتى لو نام حينها فنومه يزعج الشياطين أكثر من رجل يذكر الله مستيقظا وهو منافق بقلبه. في الحقيقة لن يحس بالزوهري إلا زوهري مثله، أو شخص نقي القلب، أو عارف بالله ذاكر له. هناك قصص وقعت للزوهريين لا يصدقها العقل الذي يعبد الماديات، ولا يصدق إلا ما يؤمن به المختبر. وهذا النوع من الناس الذي ينكر هذه الكرامات وما وراء الطبيعة، منهم من ينكر وجود الخالق سواء أقر بهذا أم لا. قصة الزوهري تصلح أن تكون فيلما سينمائيا يشبه أفلام الخيال والفانتازيا، لكن قصته حقيقية وليست من الوهم أو التخيل، وذلك أن تجربة الزوهري حقيقية واقعية. فكم من زوهري معالج عالج آلاف الناس بلمسة شفائية لم يفهمها الطب الحديث، وكم من زوهري أبهر أسرته وعائلته
بالتحدث عن أمور مستقبلية سوف تحدث وفعلا يحدث ما أخبر منه بالتفصيل والدقة، مثل تنبؤ بموت الأفراد أو زيادة مولود في الأسرة باسمه وأوصافه وما يقع له، أو أحداث عالمية، أو تنبؤ بزلازل وتحذير من كوارث. والغرب يعرف هذا جيدا وأدخله تحت مسمى علم الباراسايكولوجي. الزوهري كما قلت له أقسام باطنية، ومنهم من له أقسام ظاهرية على جسمه كاسم الجلالة أو اسم سيدنا محمد الشريف عليه الصلاة والسلام، لكن أقسام الباطنية مثل الليزر تقتل الجن الفاسق إذا تطعت بذكر الله تعالى وتقوت بالتحصين، فهي تبدو وتظهر للجن من على مسافات بعيدة كنجوم تلمع وتسطع ومثل الشهب الحارقة لكل جن فاسق. لكن إذا كان هذا الزوهري ذاكرا لله مستحضرا له في قلبه وتساعده الملائكة بإذن الله تعالى يستحضرها بالأذكار والنقاء وصفاء القلب والرحمة التي في قلبه النير. والزوهري القوي له دعاء مستجاب يغير القدر الشر إلى قدر خير بإذن الله تعالى. هذا إن وصل درجة الربانية، ومنهم من وصل درجة القطبية، قطب من الأولياء يصبح الله سمعه وبصره ويده التي يبطش بها، ولئن سأله ليعطينه، ورب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره. ولكل زمان أولياؤه، والولي ابن وقته. فالدعاء معروف أنه يغير القدر، ودعاء الزوهري شريف مبارك مقبول. لكن إذا تصع الزوهري من العوارض، نعم تفتح له بوابة القبول بكثرة، وكلما طرق بابا للخير فتح في وجهه. فالزوهري هو رمز البركة، لكن إن عرف كيف يتعامل مع ما يقع له ويعرف قيمته قبل أن يتلاعب به الشيطان أو يسرق اللصوص من طاقته. فمن شروط تفعيل بركة الزوهري أن يؤمن ببركة الله التي رزقها له ويقدرها ويحافظ عليها بالذكر والنور. واتقوا الله ويعلمكم الله. أرجوكم اقرأوا قصة أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستغفر له أويس وأن يدعو معه، وأن يذهب عمر شخصيا إلى أويس يطلب منه ذلك. فمن هو أويس القرني؟ واقرأوا قصة سلمان الفارسي وكيف دخل زمرة أهل البيت عليهم السلام فقط بنوره، وقصة الغلام الذي حير الملك الذي ادعى الربوبية وكيف غلب هذا الغلام الشريف المؤمن الجنود والملك وحيرهم جميعا. بل اقرأوا أرواحكم وفي أرواحكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألا تتأمل أن بك نفحة ونفخة من روح الله خالق الأكوان؟ هل هذا شيء عادي؟ إن هذا الكون أو الأكوان أكثر من قضية زوهري أو زوهرية، إنها قدرة الله الملك الحي القيوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد العالمين وأهله وصحبه الطيبين. السلام عليكم أيها الزوهري. لا تصدق من يقول عنك أنك شيطاني أو نصفك جان ونصفك الآخر إنسان، أو أنك بك دماء هجينة أو إبليسية، أو أنك مشعوذ ومخرف. هذه رسائل من الشيطان وخدام وأتباع إبليس يريدونك أن تحبط بهذه الأفكار السلبية التي تنقص من ترددك وتحبط ذبذباتك لكي تبقى مسجونا في البئر. بل أنت مبارك، وقلتها مليون مرة، وشريف، وقلبك حنون جدا ولا تؤذي أحدا. أما الزوهريين الذين اختاروا طريقا غير طريق الخير فقد تلوعب بهم من طرف الشياطين، شياطين الإنس والجن والمشعوذين، أو تلاعبت بهم رياح نفوسهم بسبب أو آخر. المهم أن الزوهري بصفة عامة
هو مخلوق طيب جدا وله أجداد شرفاء أو أصل نوراني أو له بركة من الله ومن الملائكة والجن المؤمن يحبه ويكرمه نظرا للهالة النورانية التي يمتلكها ولطاقة الحب التي يزرعها وينشرها أينما حل وارتحل بين الناس والمخلوقات. فالزوهري لا يحتمل أن يرى عصفورا مسجونا بقفص. وها هو سليمان عليه السلام النبي الكريم الشريف لما ارتقى وزاد نورا ابتسم لنملة. فكذلك الزوهريون يأخذون أحوالهم من الأنبياء والصالحين ويركزون على تفاصيل التفاصيل. وأغلب الزوهريين كما قلت سابقا محارب، فهو محارب للظلاميين وأيضا محارب منهم، لكن وجب عليه أن يستمد الطاقة الكبرى من الخالق الكبير، كأنه يشحن بطارية قلبه بكهرباء الإله. وهنا أعني بالكهرباء أي نور الله الخالد السرمدي الذي هو نور السماوات والأرض. وهنا يضيء أي الزوهري ويصبح مصباحا يحرق كل حشرة متطفلة سواء من عالم الإنس أو عالم الجن أو أي عالم سفلي. فكلما ارتقت درجة الزوهري بالطاقة النورانية وسمى بنور الله يحرق أعداء الله التي تطفلت عليه. يجب أن يتعلم الزوهري كيف يغلق هالته بالذكر والتحصين وتقوية اليقين في قوة الله المتين التي تحميه والتي ترسل له رسلا على شكل ملائكة أو جن مؤمن نوراني يساعده على تخطي العقبات التي تواجهه من العوالم الأخرى. ويجب عليه أن يتعلم كيف يتعايش مع هذا العالم الظاهري أي الطبيعة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، وذلك بفتح منافذ الطاقة الإيجابية وتفعيل قانون الجذب للخيرات والبركات، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيطلب الله أن يسخر له الكون ليخدمه وتسهل حياته وتحرق العوارض ولا تطفئ نور الزوهري الأسحار أو كيد المجرمين إن كيدهم كان ضعيفا. ولكن لا يتكاسل أي الزوهري المسلم مثلا لا يتكاسل في قراءة سورة البقرة بنية الحفظ والبركة والرزق والتيسير، وأيضا كثرة الصلاة على النبي المحبوب فهي حبل الله الممدود، ومن دخلها دخل القلعة المحصنة. ولا يجب على الزوهري أن يتأخر بالاشتغال بالكشوفات سواء أن يكشف هو أو يطلب كثرة الكشف عليه، وخصوصا أن هناك مشعوذين يكشفون بطريقة ظلمانية وقد ينوون اختطاف أجوادكم أو بركاتكم ويستغلونها في الكشف الذي يستعملونه فقط للتجارة وفعل المنكرات. فالشيطان أيضا له الكشف، وقال يوم غزوة بدر أنه يرى ما لا يرون ويرى الملائكة وجنود الله التي ترعبه وجيشه. فأنت إن كان لك كشف رباني فاستغله في الخير وقوه بالذكر وآيات الكشف وهي معروفة، وعليك بالتأمل، ولكن لا يجب أن يؤخرك عن الوصول لحضرة الله تعالى. فالكشف ليس هو المراد بل وسيلة فقط، مثل التاكسي تركبه ليوصلك لوجهتك ومحطتك، وليس أن تبقى جالسا في التاكسي نائما وتتأمله وتشكره وتصفه وتفتنى بهذا التاكسي، بل وجهتك هي الأولى والأولى، وهنا وجهتنا هي الله تعالى، وأن يرضى عنا ونرى وجهه الكريم. وهنا يأتي نور السلوك، وهذه درجة الإحسان. فإن قبلك الله وجعل لك القبول في الأرض كما في السماء فأنت أهل كشف، ومن حاربك أهل خسف يخسف بهم إن تجرؤوا عليك، وتكون أنت وحالتك مقبرة لهم يقعون فيها. مجرد إيمانك أن قواك ليست من الشيطان بل من الرحمن هذه توقظ زوهريتك وروحانيتك ونورانيتك وتجعلها كالصاروخ ينطلق للآفاق. لكن إن استمعت للأصوات الشيطانية المشوشة عليك باليوتيوب أو غيره من الذين يسبون الزوهرية ويقولون خرافة أو أنها من تلاعب إبليس، فسوف تقع في بئر الحجب والعذاب. فالحجاب عذاب وتعذب بالعوارض، ولكن احذر من أن تتكاسل أمام العوارض.
فلا بد من أن تخرج سيف النور بذكر الرحمن، وأيضا بأن ترفع ذبذباتك بالوعي، أي أن يصبح لك وعي لما يحصل حولك، وتتأمل الكون وفي نفسك لكي تصبح لك بصيرة قوية. إن كنت جوهريا مسلما فاقرأ سير الصالحين وكراماتهم وعلاماتهم وإشاراتهم، واقرأ قبل ذلك السيرة النبوية، لكن لا تقرأها لمن يتحدث عنها بجفاف ولخصها في حروب النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عن نفسه، بل اقرأ للنبي الإنسان والرحمة المهداة ومعجزاته وسلوكه، وكن ابن وقتك، لا يكن لك تطرف في الدين، فالزوهري ضد التطرف والجمود الفقهي، بل هو متجدد مفكر، فالله كل يوم هو في شأن، فكذلك الصالحون والزوهريون كل يوم هو في شأن، وأبناء وقتهم يعيشون ويضحكون ويراوغون الحزن ويبدعون، والله يحب المبدعين، لأن أول من أبدع هو الله، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. فإذا كنت تعيش في بيئة سلبية مع من له طاقة منخفضة من أهلك أو جيرانك أو أصدقائك، فلا تدخل معهم في مشادات كلامية أو نقاشات حول الروحانية أو الزوهرية أو ما وراء الطبيعة، ابق معهم فقط في علوم الطبيعة لا ما وراء الطبيعة، وكن حكيما لبيبا، تعامل بما يليق بالشخص واللحظة والفعل المناسب للشخص المناسب، وهذه هي حكمة، ولا تدخل في صراعات أو حلل وناقش، بل كن انسيابيا، وكل من يؤذيك أو ينقص منك ويقول أنت فاشل ابتعد عنه، ولو بطريقة حبية سلمية وسلاسة لكي يفتح الله لك. لكن لا ندعو للعزلة التامة أو الانطواء على الذات، بل أن تكون مع الناس ولكن قلبك مع رب الناس، وإن وجدت من يظلمك أو ينقص منك فلا تجلس معه، بل اهرب منه، وجالس فقط من ينهض حالك ويقوي عزيمتك ويغذي طموحك. والزوهري يبقى إنسانا يحب ويحزن ويفرح ويعيش وقته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين. متابعي ومتابعات قناة الحكمة الشرفاء، أهلا بكم ومرحبا. زوهري القلب، وما أدراك ما زوهري القلب؟ هو نفسه زوهري الروح، يرى بقلبه الذي لا يكذب، فلديه قلب صادق، قلب طفل تماما، ويحلم دائما بالسلام العالمي مع الحيوان والإنسان والجان وكل المخلوقات. أبسط شيء قد يبكيه ويهز مشاعره، إنساني بشكل رهيب، وغالبا ما تميل له المجاذيب، وحتى المجانين والمشردين يحبونه، وتحبه القطط والحيوانات لإحساسهم أنه زهالة فيها رحمة وقلب ودود مسالم ويحس به. لكن مشكلته أنه سريع الغضب، لكنه يهدأ بسرعة لأنه كالطفل، ولا يحقد أبدا ولا ينسى الكلام الجارح ويسرها في نفسه، كما فعل النبي يوسف عليه السلام، أسرها في نفسه، لكنه ليس بحقود. الأعمال التي تليق له لها علاقة بالمجال الفني والأدبي والرسم وكل ما هو إبداعي خيالي أكثر، لأن هذا يتطلب إحساسا عاليا، وهو ذو قلب لطيف ذو تأمل في الأشياء. إذا تطور روحيا أكثر يصبح عارفا بالله تعالى وقطبا من الأقطاب الصالحين، يعرج إلى السماوات، يطيل النظر ليلا في القمر، ويعشق الليل كثيرا والسهر، ويجب أن ينقص من السهر السلبي الذي يضر بالصحة. كثير السهو في المجالس لما يخطر بباله من حال الناس وحاله وحال العالم وشفقته على المخلوقات، يتعرض للغدر أكثر من مرة رغم إحساسه المسبق والإشارات أن هذا الصديق أو القريب سيغدر به، لكن طيبوبته تجعله يحسن الظن ويشك في توقعاته. هذا النوع من الزوهريين شريف جدا، لأن له قلب شريف ويتصدق بكثرة،
ولا يفرح حتى يرى الفرح على وجه الآخر من القربى أو الصديق من رفقته. إذا أحب بكله، وهذا ما يخلق له أحيانا مشاكل في حياته إذا تعرض للغدر كما قلت. إذا دخل في شراكة مع أحد في مشروع فهو وجه خير وبركة وتيسير، وينجح المشروع بسرعة مدهشة لأنه محل صدق ويجذب طاقة النجاح والبركة وله نية صافية. زوهري القلب والروح ينجو من المصائب بأعجوبة بسبب نور قلبه الذي يقلب الموازين ويقلب القدر الشر إلى خير بإذن الله، خصوصا بار بوالديه ومتصدق وحنون جدا. ونحن نعلم أن الصدقة وبر الوالدين يرد القضاء الشر. إذا سمع كلام الله دمعت عيناه أو قلبه ويسافر بروحه وجوارحه مع كل قصص الأنبياء والرسل والصالحين. فقصص الأنبياء والصالحين هي جنود الرب يثبت الله بها أولياءه وجنوده. هو كل زوهري هو شريف القلب، لكن زوهري القلب بالخصوص له حالة خاصة، وهو أن مقام قلبه عال غال. هو أيضا له الكشف لأنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهو له قلب مثل المرآة الصافية يرى فيها، خصوصا إذا جلس في خلوة ولو بسيطة أو ذكر الله كثيرا أو ركز على أمر ما، فإنه يحصل على الكشف لخبايا الأمور. وزوهري القلب قد تكون لديه علامات أيضا كباقي أنواع الزوهرية الأخرى مثل المعالج والولي والمجذوب والكشاف وغيره. قد يكون أيضا زوهري عينين أو اليد والدم والروح، وقد يجمع كل هذه الإشارات فيكون زوهريا متكاملا، والكمال لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وزوهري القلب هو نفسه زوهري الروح، لأن الروح محلها القلب، والقلب هنا بمعنى جوهرة الرب التي تسكن الإنسان ومحل حضوره ونوره وسكنه ونظره سبحانه وتعالى، وهي مكان التجلي أي القلب. زوهري القلب قد يسافر بمنامه الذي يكون بكامل وعيه إلى حيوات أخرى أو أزمنة أخرى أو أكوان متوازية وعوالم غريبة، خصوصا إذا كان ذاكرا لله وله وعي مرتفع. وإذا قرأ قصة ولي أو رجل صالح فإنه يسافر بكله لذلك الزمان والمكان ولو بروحه، وكأنه يعيش حقيقة الحدث لأن قلبه يخترق الزمان والمكان. يقول العارفون بالله تعالى أن القلب سمي قلبا لأنه شديد التقلب، وهو سر الأسرار، وهو الملك على البدن. وقيل كما أن الله الملك كل يوم هو في شأن، فكذلك القلب يتقلب في الخواطر والأسرار والواردات وهو كل يوم في شأن. فالقلب هو محل استقبال الإلهام والإرشاد الرباني، وهو عند أولياء الله تعالى مصدر الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كما يقول أحد العارفين بالله تعالى أن القلب هو موضع المعرفة الإلهية، ولهذا فزوهري القلب إذا ولد قلبه فسوف يكتب المعرفة الإلهية بشكل أكثر من غيره، لأن له استعداد روحي في رطوبة قلبه التي ينزل عليها ماء الحقيقة الربانية فتنبت زرع الحقائق والأذواق ونسيم الرضا الإلهي. ونختم بخير الكلام للحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، حيث يقول: وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ قال أهل الله من المفسرين: أي كيف يخطر في بالك أن الله محجوب وهو الواحد الذي ليس معه شيء، إذ كل شيء سواه عدم لا وجود له على التحقيق أو حقيقة، فلا يمكن أن يحجب الله شيء، إذ الوجود المطلق لله تعالى وحده ولا شيء منه لغيره. قال في هذا الشيخ الكبير ابن عجيبة: لتحقيق الوحدانية أزلا وأبدا كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. قال تعالى: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، سورة النمل. وقال أيضا: أفي الله شك، سورة إبراهيم. فكل ما ظهر للعيان فإنما هو مظاهر الرحمن، فالحق تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء معه سبحانه وتعالى عما يصفون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والصحب الكرام. مشاهدي ومشاهدات قناة الحكمة الأوفياء، مرحبا بكم مرة أخرى، وأرجو أن تكونوا بخير وفتح الله لنا ولكم أبواب المعرفة الإلهية. أما عن سر ابتلائه رغم أنه مبارك وتعطيل الكثير عنده من عمل أو زواج، هو قوته الروحية أولا التي لا يعرف كيف يستغلها أو يسيرها إلا بمدرب أو شيخ عارف بالله تعالى، أو بصدق طلب الله تعالى، أو موهبة ربانية تبين له الطريق، أو أحداث تغير مسار حياته. وللذين يقولون لو كان الزوهر